اعملوا الكيك دي بطريقتي وهتقولوا كل الكلام الحلو فيها. إضافة جديدة ومكونات بسيطة هتخلي كيك الرواني بطعم تاني، يعني حتى لو بتعتمدوا طريقتكم وتحبوها هتحبوا الكيك دي قوي. ولو مبتدئين أو الكيك مش بتنجح معاكم هتعملوها بسهولة من أول مرة. زي ما تعودنا، مكونات مظبوطة بالملي، هشة وخفيفة وطرية طراوة ما تتفوتش، واحفظوها لحلويات رمضان. تعالوا أقولكم هنعملها ازاي. نبدأ بالمكونات الجافة. هحتاج كوب حوالي 200 ملي أو كوباية الشاي، مج الشاي العادي من السميد الناعم، ده موجود عند العطار نقدر نجيبه بسهولة. هضيف عليه كوباية من الدقيق الأبيض العادي المنخول، كمان هضيف ذرة ملح يعني على طرف المعلقة كده ملح، وبعد كده هضيف معلقتين من اللبن البودر، بيدي طراوة وغناوة للكيك خطير قوي، ضيفوها وهتفرق معاكم. بعد كده هضيف البيكنج باودر حوالي كيس ونص من العبوة الجاهزة أو معلقتين صغيرين مليانين كده بشكل هرمي. نقلب كل المكونات الجافة كده مع بعض عشان كلهم يختلطوا صح. وتعالوا بقى نجهز المكونات السايلة. بولة تانية وهضيف 3 بيضات بحرارة المطبخ، يعني ما ينفعش اطلعهم من التلاجة واشتغل بيهم على طول، هتفرق قوي الخطوات البسيطة دي. بنفس المج او الكوباية اللي عايرنا بيها المكونات الجافة هضيف كوباية من السكر، كمان هضيف ربع كوباية من عصير البرتقال الموجود، لو مش موجود تقدروا تستغنوا عنها خالص واقول لكم باقي المكونات. برضو الاضافة دي اختيارية، معلقتين كبار من جوز الهند بتدي طعم حلو قوي. كمان هضيف كوباية الا ربع من الزيت وكوباية الا ربع من اللبن. ما نغيرش يا جماعة اي مكونات للكيك دي، تقدروا كمان تستخدموا زبادي بدل اللبن الحليب. هضيف كل المكونات دي في الخلاط، هخلطها حوالي 4 دقايق لحد ما لونها يفتح وتعمل فوم. هضيف عليها كده المكونات الجافة تدريجي، أبدأ أقلب في اتجاه واحد بلاش اتجاهين عشان ما نخرجش منها الهواء. بعد ما أضيف كل المكونات بالشكل ده الجافة هبدأ أقلبها وأتأكد كويس قوي وأنا بقلب بس بالراحة كده بالمضرب اليدوي ده إن كل المكونات اندمجت مع بعض. الخطوة المهمة بقى قوي إن أنا أجيب السباتولا كده أو أي معلقة عندنا وأتأكد إن أرضية البولة ما فيهاش دقيق متكتل من تحت، تبقى كلها قوام واحد حلو وناعم وخفيف كده بالشكل ده. دي صينية مقاس 30 في 25، هدهنها زيت واوزعه كويس قوي في الارضيه والجناب، وشويه دقيق كده حوالي معلقه كبيره او معلقتين حسب الصينيه، واغلفها كويس قوي في الارضيه والجناب دي واتخلص من الدقيق الزياده. هصب بقى الخليط بتاعنا بتاع الكيك بالشكل ده كده، هو يبدو شكله ان هو خفيف بس هو مش خفيف، هو كده مظبوط قوي. في الوقت ده كنت مسخنه الفرن قبلها بتلت ساعه، رف اوسط حوالي 35 ل 40 دقيقه بالكتير وهتكون استوت. تعالوا بقى نعمل الشربات بالطريقه الجديده والاضافه اللذيذه في الطعم اللي قلت لكم عليها. عادة الرواني بنعمل لها الشربات عادي جدا بكوباية ونص من المية، أنا هنا هضيف عصير برتقان موجود عندنا، فهضيف مقدار الشربات العادي بس كوباية ونص من عصير البرتقان بدل كوباية ونص من المية كده تمام. بعد كده هضيف السكر، المفروض في كيك الرواني العادي كوباية ونص من السكر، لكن أنا هنا ضفت برتقان والبرتقان في نسبة سكر فهضيف كوباية واحدة بس سكر. الإضافة اللذيذة قوي قوي أما تجربوها هتعرفوا. أنا أخدت قشر من البرتقان، لو قشر يوسفندي بناخد القشر عادي وبنقطعه صغير كده، لو برتقان عادي خدوا القشرة الخارجية بس بلاش الجزء الأبيض اللي في القشر عشان بيدي مرارة. وبس كده هحطه على النار. وطبعا لو كيك الرواني العادي بدون إضافة البرتقان بنضيف كوباية ونص تاني من المية على كوباية ونص من السكر وعصرة نص ليمونة. أول ما يبدأ يغلي بالشكل ده أنا جبته أوريهولكوا أهو، هحسب بعدها 3 دقايق بالظبط على النار. اول ما يبدا يغلي هحسب ال3 دقايق مش اول ما احطه على النار، بعد ال3 دقايق بقى ده شكله هتلاقوه كده عمل قوام حلو قوي ولون كمان، وريحه القشر البرتقان ده بقى في الشربات بتاعها خطير، ومن غير بقى ما نضيف ميه ولا حاجه خالص بقى طعمه تحفه. بعد ما عدى ال3 دقايق هشيل القشر كده بالشكل ده مستوي جميل قوي، جربوها بجد الاضافه دي لذيذه قوي. هنشيله كده على جنب وبعد كده هضيف معلقه من السمنه، ودي طبعا بتعمل حاجتين. اول حاجه ان انا هدي لمعه حلوه قوي للشربات او العصير ده، سواء احنا بقى عملناه بعصير البرتقال او بالميه بس العاديه، الشربات العادي هيديله لمعه حلوه قوي للكيك، هنشوفها مع بعض على الكيك. وتاني حاجه هتعملها انها تدي ريحه السمنه البلدي كده الحلوه قوي واحنا بناكل الكيك بتاعنا. عدى 35 دقيقه على الكيك وطلعت بالقمر اللي انتوا شايفينه ده. متخيلين بقى ريحتها كانت عامله ازاي في البيت؟ ريحتها حلوه قوي وكميه طراوه فيها كده خطيره. لو احنا بقى هنسقيها بالشربات على طول وهي سخنه يكون الشربات بارد تماما او العصير اللي احنا عملناه. طيب لو انا سبتها تبرد شويه هيكون الشربات كمان دافي شويه. بس كده. طبعا لو الشربات العادي برضو نفس النظام ونفس الخطوات، انما انا هنا التركه بتاعت عصير البرتقال خطيره. بصوا بقى واحكولي عن اللمعه، لمعة الشربات على الكيك خلاه راح في حتة تانية خالص، تحسوا كده انه كيك فخم حلو قوي وريحته جميلة قوي، يتاكل كده زي ما هو.
أنا ما حطيتش كوباية ونص بصراحة قوي، لو انتوا طبعا حابين يبقى الشربات فيها أكتر براحتكم حسب الذوق وحسب ما بتحبوا. أنا سقيت حوالي كوباية وربع بس من عصير البرتقال. عايزة أقول لكم ريحتها تحفة جدا، أول ما حطيت الشربات كده اللمعة والريحة جميلة قوي. هتشرب الشربات على طول مش هتاخد وقت، وبعد كده ضفت جوز الهند على الوش بس عشان يبقى شكلها حلو بالشكل ده كده، وكمان الرواني يعني أساسها كمان جوز الهند في الشكل والتقديم والطعم. قطعوها بقى بالشكل اللي يعجبكم. أنا قطعتها كده. عايزة أقول لكم بجد حلوة جدا، وكمان لما نزينها تبقى حلو فاخر وعالمي قوي. أنا جبت هنا القشر اللي احنا غليناه مع الشربات، تقدروا تزينوا بيه عادي جدا وهو بنفس حجمه. أنا قطعته شوية عشان أزينه بالشكل ده، حلو فاخر وعالمي جدا، تقدروا تقدموه في أي وقت. كمان حلو قوي ومناسب وسهل وخفيف لحلويات رمضان. تعالوا بصوا بقى واحنا بنقطعها هتلاقوها مرتفع وهش جدا وخفيف. وعايزه اقول لكم كميه الشربات او عصير البرتقال اللي احنا حطيناه اديته اضافه حلوه قوي، طعمه حلو وكمان مظبوطه قوي. يعني انا احتجت كوبايه وربع بس، كانت بالجمال والطراوه اللي انتوا شايفينها دي. الناس اللي بيحبوا يكونوا الشربات اكتر كملوا الكوبايه ونص. قدرها مظبوطه، حتى التسويه مثاليه جدا. شايفين من ارضيه الكيك مستويه وطريه وخفيفه وهشه وخطيره، ما يتشبعش منها. يعني تقدروا تقولوا ده الحلو ولا يخلص في وقته. جربوها واعملوها بمكوناتها البسيطه السهله ومش هتاخد منكم وقت. واللي جربها وعجبته قولي رايه في كومنت جميل زيه. وصحتين وهنا يا رب.